اعتقل ملك من ملوك العرب رجل من إحدى القبائل البعيدة، فجاءت قبيلته بشيوخها وفرسانها تسأل عنه وتبديه أو تشفع فيه. فقال الملك لتلك الحشود الضخمة: من هذا الرجل الذي جئتم جميعا لأجله وللشفاعة فيه؟ قالوا بصوت رجل واحد: هو ملكنا أيها الملك. فقال: لما لم يخبرنا عن نفسه ويكشف عن هويته؟ قالوا: ألف أن يذل نفسه أمامك بمنصبه ومكانته بين قومه، فأراد أن يريك عزته بقومه، فأطلقه الملك على الفور معتذرا. وبعد أيام جاءه خبر إن ذلك الرجل ما هو إلا راعي الإبل عند تلك القبائل، فأرسل لهم الملك يستفسر مندهشا ومستغربا مما صنعوا. فجاءه الرد منهم: لا أمير فينا إن ذل راعينا. العبرة لا خير في قوم ضاع فيهم حق ضعيفهم. وشكرا. سلام.